اول شيء عجيب حصل معايا اول ما بدات اعمل اطعام ان كنت بعاني من دوالي مزمنه في رجلي، ما كنتش بقدر اقف اكتر من ربع ساعه. بعد اول رمضان عملت فيه لقمه خير للناس، الدوالي اختفت وبقيت اقف في المطبخ بالساعات ومن غير اي شكوى. اهلا بيكم في لقمه خير وانا رشا مجاهد. صدقني لو مش عايز حاجه ربنا هيديك كل حاجه. شايفين كل الوجبات اللي تفتح النفس دي؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل 100 وجبه خير من دول في 3 ساعات بس. السر الغريب في الاكل اللي طالع لله في جمال طعمه، حتى لو نفس الاكل ده بتعمله لبيتك مش بيطلع بنفس الجمال. النهارده هنبتدي بالفته اللي انا بعتبرها امبراطوره المطبخ المصري وشعار وجبات الخير. ببدا التحضير من قبلها بيوم، بسلق اللحمه وبحط معاها البصل والبهارات، بقطع الطماطم وبضربها في الخلاط وبعمل الصلصه. ويوم التوزيع بعمل الرز علشان يبقى مفلفل وطازه. وهنا ملك بنتي بتقطع معايا العيش عشان احمصه. وهقولك بقى على سر عشان الفته تبقى معانا ألذ. هنشوح شويه توم في شويه سمنه وزيت واقلبهم على العيش بعد لما يتحمر. بعد ما كل حاجه خلصت هبتدي اجيب العلب عشان نغرف فيهم. وهنا بقى بيجي دور ولادي انهم بيساعدوني عشان ما نضيعش وقت. كل وجبه خير بعملها بحسها طالعه هديه لشخص انا معرفوش، وعشان كده بطلع أحسن ما عندي لأنها رايحة لربنا قبل الإنسان اللي هياكلها. تفتكروا المرة الجاية هنطبخ إيه في لقمة خير؟ اكتبولي في الكومنتات، وكل سنة وانتوا طيبين.